واخيرا تم تشكيل الحكومه من طرف رئيس الحكومه الجديد. واش بصح ما غاديش يكون قانون جديد للهجره 2025؟ شنو هو الشرط اللي خلى وزير الداخليه يتراجع على فكره قانون الهجره؟ وشكون هاد الوزيره الجديده اللي كيشوفوها اخطر وحده على المهاجرين والمسلمين، واللي حتى واحد باقي ما هضر عليها؟ واخيرا اشنو مصير الشيك غيستو؟ كيف قلنا في الفيديو السابق بنسبة 100% كيبان بأن برونو ريتايو غادي يرجع للوزارة الداخلية، والجديد هو أن الوزير الأول شرط عليه إلا بغى يرجع الوزير الداخلية خاصو ينسى فكرة قانون الهجرة 2025. هنا برونو ريتايو قبل بهذا الشرط، وبالتالي قانون الشامل ديال الهجرة في 2025 ما غاديش يكون. وحتى الا كان شي حاجه غادي تكون قوانين منفرده، ولكن عمرها غادي تكون باسم قانون الهجره. اما الاهداف ديال هذه الحكومه فجاءت على لسان فرانسوا بايغو، وكيقول بان الاولويات هي التعليم ومحاربه التطرف الاسلامي والهجره السريه. يعني الحكومه غادي تركز على الامن، كيف هما قالوا بان الفرنسيين محتاجين الامن، ولكن ملي كيهضروا على المهاجرين كيقصدوا الناس اللي ما عندهمش الاوراق، يعني المهاجرين السريين والناس اللي قانونيين وخدامين وما عندهمش مناش يخافوا. خاصكم تعرفوا بان قانون الجديد ديال الهجره راه داز وانتهى، اللي هو قانون 2024 ديال دغمانه، وبالتالي ما كاينش تغييرات، ولكن الحكومه غادي تركز على المشاكل اللي كتجي من الهجره السريه والتطرف الديني، خصوصا الاعمال الارهابيه بحال اللي وقع في المانيا باسم الاسلام والمسلمين. وكيف قلنا لكم حنا بارئين من هاد الجرائم اللي كتوقع بحال هادي وكينسبوها للاسلام. بالنسبه لمحاربه المخدرات كيبقى هدف ايجابي لانه كيحمي المواطنين من العصابات والاجرام. نجيو دابا اخطر وزيره في الحكومه باغجي، اللي مكلفه بالمساواه بين الرجل والمراه والعلمانيه. هاد السيده عندها مواقف كتحير بزاف، خصوصا تجاه المسلمين. في البرلمان دافعت بشده على الاسرائيليين اللي داروا المشاكل في هولندا، وقالت بانهم مظلومين. حتى فاش شافوا العالم كامل شافوا الفيديوهات اللي كيبينوا شنو وقع، هي رفضت حتى تسمع على الجرائم اللي داروا ودافعت عليهم بقوه. وكذلك قالت بان اليهود في فرنسا كيشعروا بالخوف بسبب هذه الاحداث، وكي قلت لكم دافعت عليهم بشده، واخا الفيديوهات منتشره وكلشي الناس شافوهم، وشوف كلشي شاف الافعال ديالهم. الاخطر هو القانون الجديد اللي باغي تفرضه بسرعه كبيره، اللي هو تعليم الاطفال الجنس من عمر 3 سنوات، يعني من الروض. القانون اللي باغي يتدرس ديال الجنس ماشي قانون اللي معروف من شحال هادي، ولكن القانون اللي هو ضد الفطره ديال الانسان. كنظن انكم فهمتوني اشنو هو اللي هو المشروع اللي ولا كاين التجربه ديالو في بعض المناطق في اوروبا وفي فرنسا كذلك، ولكن التعميم ديالو هو اللي باغي يتفرض دابا. كي قلت لكم هذا القانون اللي هو خايب بزاف، وحتى الادارات التعليميه العليا كانت معارضه وباقه معارضه باش ما باغينوش يدوز. ولكن الوزيره بيرجي طلبات من اليزابيث بغون اللي ولات وزيره التعليم باش تسرع التطبيق ديالو، والوزيره ديال التعليم فهي جاوباتها وقالت لها نعم فهو من الاولويات. فوزيره التعليم كذلك موافقه الامر وقالت لها فعلا غادي نتمو، يعني فهو من الاولويات وغادي يتم التنفيذ ديالو في اسرع وقت. هنا نرجعوا للور. الوزير الاول فرانسوا بايغو اكد ان التعليم من الاولويات الحكومه الجديده، ولكن المشكل الكبير هو الطريقه اللي باغيين يعالجوا بها هذا المستوى الضعيف. حاليا المستوى التعليم في فرنسا هابط بزاف، وبدل ما يركزوا على المواد الاساسيه بحال الرياضيات واللغه يعني واللغات والمواد التعليميه والمهمه، كيبان انهم اختاروا مواضيع بحال تعليم الجنس للاطفال من 3 سنوات فقط. يعني ابتداء من 3 سنوات، يعني هذا المنهج باغيين يديروه في جميع المستويات. اللي خاصكم تعرفوا بان هذا الشيء، يعني هذا الموضوع هذا راه مرفوض ماشي غير من طرف المسلمين، حتى الفرنسيين نفسهم رافضين هذا النوع من التعليم. يعني هذا ماشي موضوع ديني، ولكن كل شيء كيبان لي بانهم راه باغيين يفورماتيو الاطفال ضد الفطره السليمه، وهذا كيدير تساؤلات كبيره على مستقبل التعليم في فرنسا. اما بخصوص شيك غيستو، الوزير اول فرانسوا بايغو اكد بان الاستعمال هذا الشيك غادي يبقى كيف ما هو، يعني الناس يقدروا يستعملوه باش يشريو المواد الغذائيه بحال الدقيق والرز واللحم، ماشي غير الاكل الجاهز. هذا القرار غادي يخرج، اكد فرانسوا بايغو، غادي يخرج
يعني هذا القرار غادي يخرج في اول 10 ايام من يعني من عمل الحكومه، او من الشهر ديال جانفي. الحكومة عندها أهداف واضحة: التعليم، محاربة التطرف، والهجرة السرية. ولكن كي قلت لكم كيبقى الخوف من الوزيرة بيرجي والقوانين ديالها اللي ممكن تأثر على الجميع. شنو رأيكم في هذه الحكومة؟ واش غادي تكون لصالح الجالية ولا غادي تكون عكس التوقعات؟ كانت معكم ليلى من قناة حياة ليلى. كنشكر الناس اللي كيخليو لي تعاليق، الناس اللي كيخليو لي تشجيعات، الناس اللي كيتابوناو في لاشين ديالي. كنقول لكم شكرا بزاف، كتفرحوني. اللايكات ديالكم والاشتراكات ديالكم في القناة والتعاليق ديالكم كتشجعني بزاف وكتفرحني، ونقول لكم شكرا، وحتى الفيديو القادم ان شاء الله.